السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة. فيديو سريع جدا، كبسولة صغيرة كده عن ناس كتير قوي بتبعت لي تقول لي اشتري جهاز كذا، فاقول له الجهاز ده كويس، يقول لي طيب بس الجهاز ده هيخسر وانا ببيعه. خليني اقول لكم جملة صريحة: اي جهاز هتجيبه هيخسر، لان انت دخلت في المنعطف الصعب في سوق الهواتف المحمولة في مصر. المنعطف ده عبارة عن ايه؟ ان انت التكنولوجيا كانت زمان كانت كل سنتين، وبعدين بقت كل سنة، وبعدين بقت في فترة بقى سريعة جدا بقت كل 6 شهور. دلوقتي بقى التطور التكنولوجي كل اسبوع. حضرتك متخيل ان احنا في خلال فترة من شهر بالظبط 6 لحد هذه اللحظة اللي بكلم حضرتك فيها مريت بس على سبيل المثال في شاشة الموبايل ب5 تطورات؟ مريت بالنوتش، تمام، وبعدين الدروب نوتش، وبعدين الشاشة الانفينيتي، وبعدين الشاشة السلايد، وبعدين الكاميرا اللي تحت الشاشة حاليا وصلنا ليها في سامسونج وما خفي كان اعظم، ومريت دلوقتي بالشاشة الامامية والخلفية في الموبايل. فالتطور في الموبايل بقى رهيب. يعني انت ابتديت اللي كان جايب موبايل في شهر 2، احنا في شهر 1، اللي كان جايب في شهر 1 عد خلاص، هو دلوقتي ماسك موبايل يعتبر يا من ايام ايه ده، ابعاد قديمة يا راجل. مش ده اللي بيحصل؟ ده اللي حصل بالظبط. تيجي لا انا عاوز ايه؟ موبايل من غير بصمه؟ يا نهار اسود، مين يتخيل انه يشيل موبايل من غير بصمه؟ مين يتخيل يشيل موبايل ابعاد قديمه دلوقتي؟ الا لو كان جدي وجدك بقى، او ابويا وابوك. يعني هي ده التخيل عند الشباب، مش كل الناس كده، بس ده التخيل اللي حاصل. فالتطور دلوقتي بقى سريع جدا. بس لو حضرتك دلوقتي جيت، طب انا هديك مثل بسيط قوي. حضرتك ارجع لموبايلات نزلت في شهر 10 اللي فات وانت كنت مبهور بيها جدا. على سبيل المثال، انا مش بذكر شركة بقلل منها، بس الاونر بلاي كان مقطع الدنيا. يعني زي المعالج ده في تليفون، هوب الحق البوكو فون، هوب الحق لا ده دلوقتي ريلمي، هوب الحق فين كل ده؟ كمان شهر هتلاقي تحديث اكتر، وكمان شهر هتلاقي تحديث اكتر. فخلينا نتفق اتفاق كامل. انت نوع من اتنين: يا جيك او جيك موبايل، يا شخص مستخدم هتجيب موبايل خلاص هيعيش معاك للمدة الزمنية اللي هتقضيك وهتدي لك اداء كويس اللي حضرتك محتاجه جدا. جيك بقى وبتبدل موبايلات بقى وهي وعايز اغير موبايلات، ربنا يكون في عونك، هتبيع هدومك. ده من الاخر يعني نصيحة، ارحم نفسك، مفيش الكلام ده. هتيجي تبيع اليو نوتش هتلاقي اللي نزل الانفينيتي، هتبيع الانفينيتي هتلاقي الشاشتين، هتبيع الشاشتين هتلاقي الموبايل الفولد خلاص جاي قريب، اللي هو السكرول او الموبايل اللي بيتقفل او بيتني او الشاشه بتتني. هنخلص هيطلع لك الموبايل اللي هي الشاشه اللي مش موجوده طالعه على الهواء وعلى وش الميه، والعبد لله مسك الحديد تناه. هتلاقي بلاوي السنين. فما تركزش مع التكنولوجيا، لان التكنولوجيا هتاخدك في حته تانية خالص. يعني فاهم؟ هتاخدك في حتة انت مش هتحب تروح لها. فبتشتري موبايل ما تخليش في اهتمامك اصل انا لما اشتريه واجي ابيعه. لا، هتشتريه وهتيجي تبيعه ما تجيبش، افضل قاعد تتفرج، امسك موبايلك لحد ما يموت ويبقى ربنا يكرمك. دي نقطة مهمة حبيت اقولها لكم. احنا فاست موف جدا، او حركة سريعة جدا لتطور التكنولوجيا على مستوى العالم. اتنقلنا من تطور في الشاشات لتطور في بصمة الشاشة، لتطور في البصمة العادية، لبصمة الوش ال 3D، للبصمة. التطور بقى رهيب. عاوز تشيل موبايل ما يقدمش؟ للأسف هاخدك في حتة انت مش انا ما بحبهاش. التفاحة عارفينها؟ اللي هي الوحيدة اللي ما بتنزلش الا كل سنة مرة. انا مش بروج لها ولا بقول حلوة ولا وحشة، انا بتكلم في المجمل. بس هي دي اللي لو انت عاوز تخرج، انت راجل مهتم بالتكنولوجيا ومهتم ان انا يبقى معايا اخر حاجة، اطلع روح لابل على قد عيوبها، على قد الحاجات اللي انا ما بحبهاش فيها، بس هي الشركة الوحيدة اللي هتقعدك سنة شايل الموبايل مفيش تطور ليه. غير كده ما تدورش، شيل الموبايل اللي يديك اداء اللي انت محتاجه اللي انت عايزه، اعمل دراستك صح وشيل الموبايل اللي يديك اداء انت عايزه او محتاجه. بشكركم، يا رب ما كنتش طولت عليكم، وارجوك تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب. ولو عندك اي استفسار بخصوص محتوى الفيديو ده واي محتوى تاني، يا ريت حضرتك تسيبولي في الكومنتات وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مني الفيديوهات اول باول. ولو عندك استفسار تقدر تسيبه على صفحة الفيسبوك بنفس اسم القناة بتاعتي. بشكركم واشوفكم في فيديوهات جاية كتير ان شاء الله لو لينا عمر. وكان معاكم محمد النواب.